فالمركزية جاءت واخد بالك في الاتجاه العلمي. بمعنى ايه؟ ان هم لما طلعوا في الفضاء وصوروا فلقوا الارض كرة معلقة ومظلمة، ولذلك حتى الراجل قال ايه؟ اجدها كرة مظلمة معلقة، من الذي علقها؟ هو يريد اللي هو ارمسترونج. وكان كأنه يريد ان يقول بلسان الحال لا بلسان المقال الله الذي علقها. ووجدوا فيها شعاع يخرج من الارض كتبوه في الشبكة العنكبوتية في الانترنت وخلوه على مدى 21 يوم ثم اخفوه. لماذا؟ يعني الامور تتبع يعني مقاصدها يعني اخفاؤه دعنا نقول انه له دلاله مثلا، له دلاله كبيره جدا. لسبب لان هذا البيت العتيق يعني هم لما جم ولقوا فيها شعاع، لقوا الشعاع ده قصير الموجه. لما لقوا هذا الشعاع ابتدوا يركزوا الصوره فوجدوا انه خارج من مكه، وبالتركيز وجدوا انه خارج من الكعبه. الله. هذا ما ذكر وله تأثير. ووجدوا ان هذا الشعاع ليس له منتهى، يعني لما طلعوا في المريخ قعدوا يصوروا فلقوا الشعاع مستمر، فقالوا ان طول الموجة اللي احنا عارفينها او قصر طول الموجة اللي احنا عارفينها هذا الشعاع له خاصية محددة. تمام. وهو انه مستمر الاسباب لانه كما اعتقد انه يصل هذا الشعاع او يربط الكعبة المشرفة بالبيت المعمور. لو انت عندك قطب شمالي قطب جنوبي، في النص في منطقة اسمها منطقة التعادل المغناطيسي. تمام. لو حطيت فيها إبرة مغناطيسية لا تنحرف، يعني السحب هنا وهنا واحد. ايوه، يبقى دي بيسموها منطقة الزوال المغناطيسي التي ليس لا فيها خطوط قوة مغناطيسية. تمام. ودي عشان كده اللي بيروح مكة، اللي عايش في مكة المفروض يبقى أطول عمرا وأكثر صحة وأقل تأثيرا بالجاذبية الأرضية، وبالتالي عندما تطوف أنت تشحن. معلش، سبحان الله. أيوه، هذه حقيقة. هذه حقيقة للبعد عن لأنك أنت لا تؤثر فيك المجالات المغناطيسية الأرضية في هذه الحالة. وهناك بحث أن صخور مكة البازلتية السوداء هي أقدم الصخور الموجودة في العالم. فده كلام حقيقي. أقدم الصخور. أيوه. وهذا أثبت علميا. أثبت علميا وبحث منشور، وليس أخذوا يعني صخور بازلتية من مكة وشافوا المناطق اللي بتتكون لنا. الأمر إنه المتحف البريطاني فيه 3 شرايح من الحجر الأسود، وقالوا هذا الحجر ليس من صخور المجموعة الشمسية.